بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. المرة اللي فاتت أخذنا أول جزء من أجزاء المنهج المقرر، وكان عن الكتاب المقدس، وقدمه لنا قدس أبونا سرافيم، وأعتقد كلنا استفدنا وكلنا استمتعنا، وكان موضوع جميل ونزل لينا على جروب الخدام، سواء ممكن ترجع له على قناة مسية باللينك اللي موجود عندنا في الجروب، أو موجود أظن في حاجة تانية كده نزل اسمه إيه، جوجل درايف. دي حاجة خاصة بينا إحنا يعني. وبنعمة ربنا النهاردة هنتكلم في موضوع صعب قوي، وربنا يستر وأرجو إنكم تساعدوني وتركزوا شوية، لأن الموضوع طويل قوي على 3 أجزاء، وقالوا لي لازم نخلصه النهارده. هحاول طبعا اختصر شويه، وانا عارف ان انتوا شطار والمعلومات دي بالنسبه لكم معلومات ليست بجديده، ولكن احنا مع بعض بنراجع. يعني خلي قعدتنا دي هي قعده دردشه ومراجعه وتثبيت للمعلومات العامه اللي انتوا عارفينها. فهو هنا بيقدم مقدمه تعريفيه عن علم اللاهوت عموما، دي مقدمة عامة. فقال لنا علم اللاهوت هو اللي بيبحث في الأمور الخاصة بربنا. يعني لما حضرتك تسمع كلمة علم اللاهوت، معناها العلم الذي يبحث في الأمور الخاصة بالله. وقال كده إن في أنواع متعددة لهذا العلم: علم اللاهوت العقيدي، أي ما يختص بعقيدتنا بالله; علم اللاهوت الطقسي، أي ما يتكلم الطقس عن الله; علم اللاهوت الدفاعي، أي ما نستطيع أن ندافع به عن وجود الله وإيماننا به. وهكذا بقى علم اللاهوت النظري، وعلم اللاهوت الروحي، وعلم اللاهوت المقارن. دي مقدمة عموما يعني. لكن احنا هناخد الجزء الأولاني اللي هو علم اللاهوت العقيدي، ومقسمينه ل3 أجزاء، دول اللي هنتكلم فيهم النهارده. يعني اعملوا حسابكم بالطول بالعرض هنخلص ال3 أجزاء دول النهارده. الجزء الأولاني بيتكلم عن علم اللاهوت العقيدي ودراسة العقائد الإلهية التي توضح علاقة الله بالإنسان. والجزء الثاني أو الباب الثاني عن عقيدة وجود الله وصفاته الجوهرية العامة، وده جزء مهم. والجزء الثالث بيتكلم عن عقيدة وحدانية الله والثالوث القدوس. أول حاجة بيقول لنا علم اللاهوت العقيدي. ما هو علم اللاهوت العقيدي؟ طبعا خلي بالكم دي محاضرة، ما هياش عظة. العظة بيبقى فيها تأملات روحية، بيبقى فيها كلمة كده كلمة كده، لكن المحاضرة بتبقى جد من أولها وتبقى كلها معلومات. وطبعا كل ما حضرتك هتركز دلوقتي معايا في اللي بيتقال، كل ده مسهل هضمك للمادة نفسها. يعني فيما بعد وانت بقى بتقرا الكتاب او بتقرا من على الكمبيوتر، سواء اذا كنت طبعا الكتاب وصل نشكر الله، موجود مع الاخ عادل وجاي دلوقتي اللي يحب ياخد الكتاب. وفي نفس الوقت برضو اللي ممكن يعني يستعين بيه الفايل اللي نازل على الجروب على الكمبيوتر وترجع له. فاول حاجه بيقول لنا ما هي العقيده. ايه هي العقيده؟ سؤال يعني. فبيقول ان العقيده هي ما انعقدت عليه النفس من ايمان او قيم او مبادئ. يعني بالظبط كده نقدر نقول
علم اللاهوت العقيدي مكون من 3 حروف. عارفين هم 3 حروف؟ عين، قاف، دال. لما نيجي نقراهم على بعض تبقى ايه؟ عقدا، مش كده؟ عشان كده اقول لك هو ده اللي علم اللاهوت العقيدي هو عباره عن عقد. جايه حتى جت منها كلمه العقد. ولا يمكن ان احنا نهمل العقيده في حياتنا الروحيه، لان كان على راي قداسه البابا شنوده قال جه في وقت معين طلع كده يعني راي في وسط الكنيسه وقال ان العقيده صعبه وبنطفش الناس من الكنايس وبنطفش الناس من الوعظ، كفايه روحيات. فقعدنا نتكلم في الروحيات ونسينا موضوع الايه؟ موضوع العقيده، بحجه الاكتفاء بالفضائل الروحيه وصعوبه العقيده على البسطاء. وكانت النتيجه ان المعلومات الخاصه بالعقيده قلت وضعفت، ومن هنا دي الفتره اللي سبقت دخول الطوائف. فهمتوا ازاي؟ يعني لما تيجي تعرف تاريخ دخول الطوائف في مصر جت نتيجة الإهمال في تعلم العقيدة، وده شيء مهم جدا يا إخوة. وإحنا بنشوف دلوقتي أطفال وشطار جدا في فهم العقيدة، ويكلمك عن الثالوث ويكلمك عن وحدانية الله وبيكلموا عن الأقانيم. أنا شفت أطفال وبتيجي تسألني عن موضوع الأقانيم والتمايز بين الأقانيم ويعني ايه كلمة اقنوم، كل دي بيسألوا فيها، ويعني ايه العقائد بتاعتنا اللي احنا بنؤمن بيها. فلازم نخلي بالنا من الموضوع ده على جميع المستويات. وانا مبسوط دلوقتي ان فعلا الخدمة في كل مراحلها، ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعيين، بدأنا نهتم بهذا الامر. عشان كده بيقول اهمية معرفة العقائد المسيحية. ف أول نقطة نمرة 1 قال العقيدة المسيحية هي مصدر ثبات للإيمان، بمعنى إن من غير عقيدة هيبقى الإيمان بتاعنا ضعيف. أنتوا عارفين بطل العقيدة على مر التاريخ كله هو البابا أثناسيوس. ده هو ده الحقيقة، يعني اللي أكتر واحد في تاريخ الكنيسة اتكلم عن العقيدة واهتم بالعقيدة. لكن يقولوا كده ان سر نقاوة عقيدة اثناسيوس وقاره وايمانه الحلو بربنا. يعني هو كان انسان سلوكه حلو، ومن خلال سلوكه او من خلال عقيدته انعكست على سلوكياته وادته كمان ايمان ثابت. عارف يقول لك عارفين لما المسيح له المجد سأل السؤال وقال ماذا يقول الناس عني اني انا؟ ما هو ده سؤال في العقيدة على فكرة، ده خاص بالعقيدة. وده يوريكم ان المسيح له المجد اللي هو مصدر الروحيات ومصدر الفضائل اهتم بالايه؟ بالعقيدة. وسأل تلاميذه الناس بتقول عليا ايه؟ وبعدين قال لهم وانتم من تقولون اني انا؟ فرد عليه معلمنا بطرس وقال له انت هو المسيح ابن الله الحي. قال له طوبك يا سمعان ابن يونا. وبعدين قال له انت بطرس وعلى هذه الصخرة. طبعا انت بطرس هنا كان يقصد يقول له انت بترا، انت حجر، انت ايمانك حلو. وعلى هذه الصخرة، صخرة الايمان، مش على بطرس شخصيا، لان في ناس بيفسروا الكلمة غلط. لكن هو المسيح عايز يقول له على صخرة الايمان ده ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها. فنقدر نقول اهمية معرفة العقائد المسيحية نمرة 1 انها مصدر ثبات للايمان. نمرة 2 قال ان العقيدة المسيحية هي اساس السلوك المسيحي. عارفين دي مهمة قوي في السلوك المسيحي. مش ممكن ابدا انسان له ايمان عقيدي صح وسلوكه يبقى غلط، مش ممكن. لان السلوك نابع مما اعتقد به.
أنا بعتقد مثلا بالأبدية، دي عقيدة الأبدية. إذا عقيدة الأبدية دي بتخليني دايما أعيش في مخافة، كل كلمة تخرج من فمي أبقى عامل حسابها، خارجة بحساب لإيه؟ لأن هذه هعطي حساب عن هذه الكلمة. شفتوا إزاي العقيدة بتؤثر في الإيه؟ في السلوك. لما يجي مثلا عقيدتي بألوهية السيد المسيح، وبعدين السيد المسيح يقول هنآتي وأجرتي معي أجازي كل واحد كأعماله. تلاقي الواحد حتى بيعمل عمل الرحمة وهو فرحان، قلبه فرحان مزقطط. ليه؟ جاية دي من العقيدة. يعني تخيلوا مثلا خادم إخوة رب ويؤمن بأن في الأبدية هيكون فيه حساب، وبعدين المسيح هيجي يقول تعالوا إلي يا مبارك أبي، كنت جوعانا أطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني. تلاقيه بيخدم الخدمة من قلب طاهر بشدة وبسرور وبفرح، وينعكس على المخدومين. طبعا انا لو بقوله على خادم اخوة رب بقوله على كل انواع الخدمات. فعايز اقول ان العقيدة تنعكس على سلوك الانسان المسيحي. نمرة 3، احنا قلنا نمرة 1 ايه؟ اهمية معرفة العقيدة، هي مصدر ثبات للايمان. نمرة 2 هي اساس السلوك المسيحي. نمرة 3 هي ضرورية لتعليمها للآخرين. ما هو أنت إذا ما كنتش عارف، ما هو فاقد الشيء إيه؟ لا يعطيه. فلو حضرتك ولا حضرتك ما أنتوش عارفين العقيدة بتاعتكم، يعني أنا أزعل قوي لما يجي واحد يسألنا في العقيدة التي نؤمن بها ونقول له ما نعرفش. ليه ما تعرفش؟ وخصوصا الخدام. أو مثلا ساعات البعض يكبر دماغه ويقول له روح اسأل أبونا في الكنيسة. طب انا بسألك، ما هو انت انسان مسيحي. عشان كده يقول لنا معلمنا بطرس كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. لان دي مسؤولية يا اخوة، مسؤولية تعليم العقيدة دي مسؤوليتنا احنا كخدام. الاولاد دول بيجوا الكنيسة احنا اللي بنشكلهم، واحنا اللي ربنا اتمنى على خدمتهم. وديكوا شفتوا ام موسى. ام موسى كان اسمها ايه؟ يكابد. خادمة جميلة ام موسى. يعني اذا قلنا ان هي ام صحيح بالجسد، لكن هي برضه تمثل الكنيسة اللي حضراتكم كلكم بتخدموا فيها، اللي احنا كلنا اعضاء في جسد المسيح الواحد. فهي اذا كانت ارضعت موسى يعني اللبن الطبيعي، لكن في نفس الوقت وهو الاهم ارضعته الايمان. ما هو الواحد استغرب موسى اللي قيل عنه انه تهذب بكل حكمة الايه؟ المصريين. وبعدين يقول لك لما كبر ابى ان يدعى ابنا لابنة فرعون، مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله. شعب الله ده هو عارف ان المكان ده مش مكانه. والايمان اللي هو بيؤمن بيه الناس اللي حواليه الفراعنه. بس ما تزعلوش من موسى يعني، لان احنا اصلا فراعنه يعني، بس نشكر ربنا انه انعم علينا بالمسيحيه. فموسى رضع لبن الايمان من امه، عرف ان مش ده مكانه ومش دي عقيدته ولازم يعلنه. فيقول لك ابى، رفض وباصرار ان يدعى ابنا لابنه فرعون، مفضلا بالاحرى ان يكون او يحمل عار المسيح من ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه. نمرة 4 قال العقيدة مهمة لتجنب أي تحريف. طبعا. يعني لما واحد يقول قدامك تعبير غلط، لازم تبقى فاهم وعارف وما يفوتش منك حاجة وتصلح برضه، بس بالراحة. قال كده بوداعة وبلطف بهدوء كده. فده شيء مهم جدا، وده اللي حافظ على إيماننا على مر العصور. يعني نمرة 3 زي ما قلنا إنك تستطيع أن تجاوب. نمرة 4 إن محدش يقول عقيدة منحرفة أمامك. نمرة 5 قال معرفة العقيدة
تحمي الحياة الروحية من خطر السقوط أو الفتور. ده شيء بقى مهم جدا، لأن لو اهتمينا بالروحيات بس فقط دون أن نهتم بالعقيدة، برضو الروحيات أحيانا بتقوم على المشاعر. يعني لو أنا متحدث ومؤثر وبنفعل وبعلي صوتي وبوطي صوتي، ممكن حضراتكم تعملوا ايه؟ تتأثروا. وده ممكن في ناس تعيط وناس تدمع وفي ناس تعمل كده. شفتوا انتوا لما يعملوا كده ايديهم الاتنين؟ ما هو كل دي مشاعر، صح ولا لا؟ كل دي مشاعر. لكن لو جالهم واحد بيقول لهم كلام تاني، ما هي المشاعر ممكن تروح وتيجي، العاطفة ممكن تروح وتيجي. ما تبنيش انسان. عارفين يعني لما مثلا بحب ابني واقول الواد بيحب شوكولاته واقعد اكله شوكولاته على طول، شوكولاته على طول، هل ده ممكن يبقى له بنيان قوي اقدر اطمن عليه؟ ما تبنيش جسده. هي بالظبط كده. ممكن الحديث في الروحيات يعتبروه هو الشوكولاته. طب والعظم والسمين بقى والحاجات القويه ديت هي الايه؟ هي ايه؟ هي العقيده. هي العقيده. قال كمان ان دراسه العقيده هامه لمقاومه الهراطقه والمبتدعين في الايمان، لان المسيح حذرنا ان في انبياء كذبه. في انبياء كذبه هيجوا. قال كده: احترزوا من الانبياء الكذبه الذين ياتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفه. وتاريخ الكنيسه مليان بالمبتدعين ومليان بالهراطقه، لكن نشكر الله انه ارسل لنا ابطال في الايمان. الكنيسه من جيل لجيل فيها ابطال، وهو ده الحقيقه يعني رجاء الكنيسه فيكم انكم ايضا ابناء ابطال الايمان. انتوا ابطال اثناسيوس، وانتوا ابطال كيرلس عمود الدين، وانتوا ابناء ديسقورس اللي دافعوا عن الايمان. ولولاهم، عارفين لما واحد يقول لك كده: لولا اثناسيوس لصار ايه؟ العالم اريوسيا. لولا اثناسيوس لصار العالم اريوسيا. فاحنا خدنا الست حاجات دول اللي هم اهميه دراسه العقيده. هنخش في موضوع تاني برضو، كل ده في الباب الاولاني اللي قربنا نخلصه. نشكر الله، خبر حلو، قربنا نخلص الباب الاولاني. ما انا برضو بحس ان يعني انجزنا حاجه كويسه يعني. المصادر الاساسيه للعقيده المسيحيه. اول مصدر للعقيده المسيحيه هو الكتاب المقدس. المصدر الاول والرئيسي للعقائد المسيحيه بلا استثناء هو الكتاب المقدس. لا توجد عقيده نؤمن بيها بدون نص كتابي وصريح في الكتاب المقدس، لان احنا ايماننا بالكتاب انه موحى به من الله. كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي ايه؟ الذي في البر. وكاتب هنا كمان آية حلوة قوي، قال: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. المصدر الثاني، ولما اقول ان في مصدرين للكتاب المقدس الاثنين بيكملوا بعض. اصل في واحد يقول لك هو المصدر الرئيسي والوحيد. لا، ما هو الوحيد ده اللي على فكره الكلمه دي هي اللي سمحت بدخول الطوائف. لما يجي مثلا تكلموا عن التقليد الكنسي يقول لك: لا، انا ماليش دعوه بالتقليد، انا ليا دعوه بالكتاب المقدس. ورغم ان احنا التقليد المقدس لا يتعارض مع الكتاب، تقاليدنا التقليد بتاعنا لم يعترض. فالمصدر الثاني هو التقليد المسيحي المقدس. وكلمة تقليد هنا
ده موضوع تاني على فكرة، هتاخدوه في باب آخر. كلمة تقليد ليس معناها، ما تيجي تسني وده تاني، ليس معناها ان احنا بنقلد حد، لكن التقليد ده تسليم شفاهي من جيل الى جيل. عايز اقول لحضراتكم حاجة يعني، ايهما اسبق، الكتاب المقدس ام التقليد؟ ايه رايكم اخواتي اللي ورا؟ ايهما اسبق؟ التقليد، صح؟ لان التقليد كان اولا، ثم بعد ذلك الايه؟ الكتاب المقدس. وحتى معلمنا بولس الرسول يقول قد سلمتكم، اهو ده التسليم، ده التقليد. جيل بعد جيل بنصوم الاربع والجمعه، تقليد، مش كده برضه؟ في مسبح، ده كتاب مقدس ولا تقليد؟ ايه رايك وجود مسبح في الكنيسه كتاب مقدس ولا تقليد؟ امم الاثنين، ايوه صح يا دكتوره، الاثنين. لا انا مسبح، مش كده ولا ايه؟ لا ده موضوع المسبح ده موضوع كبير قوي. الاثنين تقليد وكتاب مقدس. وهكذا المعموديه والتغطيس 3 مرات، تقليد وكتاب مقدس. عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. وبعدين من الكنيسه الاولى والمعموديه ايه؟ والمعموديه موجوده. فالمصادر الاساسيه للعقائد المسيحيه كتاب مقدس وايه؟ وتقليد، اللي هو التسليم الشفاهي. عشان كده الاباء الكهنه اما بيترسموا بيروحوا يقعدوا في الدير 40 يوم. بيقعدوا يعملوا ايه في ال 40 يوم دول؟ لان في حاجات مش مكتوبه، في حاجات بتسلم شفاهيه. دي التقليد بقى من جيل الى جيل، وهكذا يعني. طيب احنا كده نشكر الله الذي اعاننا، وانتهينا من الباب الاول اللي هو كلمنا عن العقائد المسيحيه واهميتها ومصادرها. نخش بقى في الباب الثاني، عقيده وجود الله وصفاته الجوهريه. الفصل ده بيبحث في عقيده الايمان بوجود الله وصفاته الجوهريه. اول حاجه قال كده اولا، عقيده الايمان بوجود الله. يمكن دي مش موجوده هنا على الشاشه. عقيده الايمان بوجود الله. الله ووجوده ليس فكره فلسفيه، مش حد اخترعها، لكن ربنا ده موجود منذ الازل. الله ازلي، الله ابدي، على بعضه كده الله سرمدي. والدليل ان الله ظهر لموسى في العليقه الملتهبه وقال له هذا التعبير: انا اله ابيك، اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. موسى سأل ربنا، قال له اقول لهم ايه لما يسألوني عنك؟ ما هو ما كانش حد صحيح يعرفه، لكن هو موجود. فربنا قال لموسى لو سألوك عن اسمي قول ايه؟ اهيا الذي اهيا، اي اكون الذي اكون. وهنا كاتب اهيا ارسلني اليكم، وهم فاهمين كلمة اهيا يعني انا اكون، او انا الكائن منذ البدء. البراهين على وجود الله. الحقيقة الجزء ده برضو مهم، لان احنا وارد ان احنا كخدام نتعرض لموقف مع احد الملحدين. هتقابل اولاد ويقول لك كلمني على وجود الله، انا لا اؤمن بوجود الله. شيء جميل انه هنا جايب لك البرهان الاول على وجود الله. قال المنطق العقلي يحتم ضرورة وجود الله، لان العقل يثق بان لكل شيء موجود لابد له من ايه؟ من اوجده. يعني لما يجي لك مثلا واحد يقول له خلاص
هنقفل الكتاب المقدس، هنقفل كل الكتب الروحية، وتعالى اكلمك عن وجود الله من خلال المنطق الايه الدال، او المنطق العقلي اللي احنا مفروض يبقى بنؤمن بيه. عارفين الحكاية بتاعت يقولوا كده ان احد الكهنة زاروا واحد ملحد في البيت، فابونا بدل بقى ما يقعد يكلمه من الانجيل ومن الايات ويقول انا لا اؤمن بوجود الانجيل والايات دي والكلام اللي بيقعدوا يقولوه ده، جاب له تورتايه. فالراجل الملحد قال له الله، ده تورتايه جميله قوي، ايه ده؟ انت جايبها منين؟ ده التزويق بتاعها جميل قوي، مين اللي مسوق التورتايه دي؟ ومين اللي عمل الكيكه بتاعه التورتايه دي؟ فقال له بصراحه التورتايه ديت لا حد عملها ولا حد زوقها ولا حد جهزها ولا حد حطها جوه العلبه. قال له امال ازاي جت هنا؟ قال له هي جت كده، احنا بنفتح عينينا وبنغمض لقيناها قدامنا. قال له طب بتستعبطني يا ابونا يعني ومعقوله يعني هي عملت نفسها؟ قال له تخيل انك انت بتتكلم على تورتايه اعجبت بيها وبشكلها وبطعمها، ان لا يمكن انها تكون اوجدت نفسها، ما بالك بقى هذا الكون كله، سواء من ناحيه الآلة الكونية نفسها والجبال والأنهار والمحيطات والفصول الأربعة والأجواء اللي احنا بنعيش فيها. هل معقولة تكون هي أوجدت نفسها؟ لأن طبعا في نظرية اللي هم الملحدين بيؤمنوا بيها، وطبعا مش مقررة ومش وقتها لأن مش كل حاجة نقدر نتكلم فيها، اللي هي نظرية إيه؟ الانفجار العظيم. ان يعني حصل انفجار كده في الكون، فخرج بقى الجبال وخرجت الانهار وخرجت المحيطات وخرج الانسان وخرج الحيوان. فهنا بيقول لك حتى انظر الى عالم النبات وعالم الحيوان والى جسم الانسان وتامل كل منها على حده، وشوف بقى الاجزاء التي يتكون منها جسم هذه الكائنات الحيه. ده البرهان الاولاني. يبقى البرهان الاولاني هو ايه؟ نقرا كده، قال البرهان العقلي الدال على وجود الله. نمرة اتنين قال البرهان الوجداني. البرهان الوجداني، فقال كل من يدرس تاريخ البشرية يرى بوضوح سعي الإنسان بناموسه الوجداني الطبيعي الداخلي نحو معرفة هذا الإله العظيم الذي له القدرة والناموس. يعني بينه وبينكم برضو الكلام ده البرهان الوجداني. ادي انتوا شايفين الاسبوع اللي فات كان فيه افتتاح المتحف المصري الكبير، وقدماء المصريين والتحنيط والمومياءات وكل الكلام ده، ده دليل على ايمانهم بوجود ايه؟ بوجود الله. لان صحيح هم لسه مش مدركين بالظبط، مش قادرين يعبروا، لكن وجدانهم من جوه قلبهم. عارفين لما يقول لك قلب المؤمن ايه؟ ولو ان هذه الكلمه فيها طبعا ملحوظات يعني او فيها تحفظات، لكن عايز اقول الوجدان بتؤكد ان في خالق، لابد من هذه المخلوقات لها من صانع، لابد لها من خالق. البرهان الثالث الدال على وجود الله قال البرهان الكتابي الدال على وجود الله، الوحي الالهي. عارفين لما يقول لك الله دي في عبرانيين واحد، عارفين ايه السفر في الكتاب المقدس؟ السفر الوحيد اللي بيبتدي بكلمة الله هو ايه؟ العبرانيين. عبرانيين واحد. وتسمع هذا الفصل اللي هو عبرانيين واحد اللي بيبتدي بكلمة الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء، أهو كلم الآباء قديما بالأنبياء، يبقى إذن الوحي نفسه بيؤكد وجود ايه؟ وجود الله. والفصل ده بيتقرا عارفين امتى؟ حد يفتكر عبراني واحد بيقرا امتى في المناسبات الكنسيه؟ امتى؟
ده فصل مشهور قوي. يقف الشماس ويقول لك الله. اه يوم عيد الميلاد. يوم عيد الميلاد تلاقي اول، عشان لما يجي عيد الميلاد دايما افتكروا هذه الايه الجزئيه. يبقى احنا اخذنا البراهين الداله على وجود الله، 3 براهين: برهان عقلي، وبرهان وجداني، وبرهان ايضا كتابي. ورابع برهان على وجود الله قال برهان مسياني. التعبير ده ارجو انك كخادم خلي بالك منه، لانك هتسمعه كتير بعد كده يقول لك الفكر المسياني في العهد القديم. دي محاضره كبيره قوي. عايز يقول لك كده المسيح فين في العهد القديم. كلمه مسياني اللي جاي منها قناه مسيه. فكلمه الفكر المسياني يعني فكر المسيح. فالبرهان المسياني على وجود الله، لان يقول لك كده في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولود من امرأة تحت الناموس لكي يفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. وبعدين يقول كده الله لم يره احد ايه قط. هو ده الفكر المسياني بقى. ربنا ما حدش شافه، ولكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو ايه؟ هو خبر. فقال بقى بهذه البراهين الاربعه نقولهم مع بعض تاني عشان نسهله لكم لما تيجوا بقى تذاكروا في البيت. نمرة 1 برهان ايه؟ عقلي، وبرهان وجداني، وبرهان كتابي، وبرهان ايه؟ مسياني. قال طبيعة الله وصفاته. احنا متفقين من الاول ان المحاضرة صعبة، صح؟ معلش ناشفة شوية، لكن انتوا طبعا خدام حلوين ومبروكين، وبالخلفية اللي عندكم ربنا بيدي نعمة ونقدر نفهم كل ما يقال. ثالثا طبيعة الله وصفاته الجوهرية. بداية كده هو عايز يقول ان احنا مهما بلغنا من معرفة مش هنقدر ندخل في اعماق الله ولا نعرف طبيعة الله بالكامل. وقالها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 13، قال الان دلوقتي اعرف ايه؟ قولوا الان اعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ هنعرف فيما بعد. عارفين الحكاية بتاعت الفيلسوف والواد الصغير؟ والفيلسوف قال أنا مش هؤمن بوجود الله إلا لما حد يقنعني ويدخل كده جوه دماغي وبعدين أصدق. فالواد الصغير كده ربنا اداله نعمة وقعد قدام الفيلسوف وحفر حفرة قدام المحيط، وبعدين يجيب جردل من البحر أو من المحيط يحط في الحفرة. فالراجل الفيلسوف بيقول له أنت بتعمل إيه؟ قال له انا بنقل ميه المحيط واحطها فين؟ في الحفره. قال له هو معقول تقدر ميه المحيط دي كلها بطولها وعرضها وتحطها في الحفره دي؟ قال له معقول الله الغير محدود تقدر تحطه في عقلك الايه المحدود؟ عشان كده بيقول ايه؟ بيقول نحن لا نقدر ان نعرف طبيعه الله بالكامل، لكن يمكن ان نعرفها الان بعض الايه بعض المعرفه. وقال لنا كده ان الله روح، والذين، مين اللي قال الله روح؟ من قائل هذه العبارة؟ ايوه سونيا قالت اهو، السيد المسيح نفسه قال للسامرية. اصل بتقول له احنا سمعنا ابائنا قالوا وانتم بتقولوا، ام قال لها الله روح والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي ايه ان يسجدوا. الله روح والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. وقال لنا كده هذا الروح بسيط غير مركب. وهو حب يفرق لان الانسان جسده مركب اما الله غير مركب. فقال لنا الشيء المركب قابل للانقسام والتجزئه، لكن ربنا الازلي غير مركب، لان لا يمكن تقدر انت تفصل
الله عن بعضه. وقال لنا كده ان كل موجود لابد ان تكون له صفات او صفة. لكن نخش بقى في الصفات الإلهية، وده شيء مهم قوي. قال الصفات الإلهية نوعين، في صفات أقنومية وفي صفات إلهية. طبعا الصفات الأقنومية اللي هي خاصة بقى بالثالوث دي هنتكلم فيها في الباب الثالث دلوقتي، هنأجلها يعني. لكن هو قال بقى الصفات الإلهية هي الصفات الجوهرية العامة، لأن زي ما قلنا الله روح بسيط غير مركب. وعارفين موسى النبي لما قال لربنا يعني أرني وجهك أو أراك وأموت بعد كده، قال له من يراني إيه ويعيش. بس إيه رأيكم إن ربنا حقق لموسى هذه الأمنية بس بعد زمن طويل وشافه؟ برافو في التجلي. يعني ربنا سمح لموسى إنه الطلبة يا موسى اللي أنت طلبتها زمان زمان أنا حققتها لك بس في الوقت اللي أنا عايزه. ورأى المسيح له المجد في حادثة التجلي. فبيقول لنا كده بقى ان صفات الله الالهيه اول حاجه ان الله واحد في جوهره. نحن لا يوجد عندنا ما يسمى بتعدد الالهه. حتى في العهد القديم قال اسمع يا اسرائيل، واحد في جوهره. في العهد القديم قال اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب ايه واحد. وحتى في العهد الجديد قال انت تؤمن ان الله واحد حسنا تفعل. نمرة اتنين الله غير محدود بزمان او بمكان. ولو جيت اقول لك هات لي آية تقول ان الله غير محدود بزمان او بمكان، انا عارف ان انتوا شاطرين هتقولوا له ما هو بيقول انا هو الالف والايه والياء البداية وايه والنهاية. خلاص معروف، يبقى انتوا كلكم كده ناجحين. فقال الزمن بالنسبة لربنا مش موجود. يعني احنا عندنا في ماضي وحاضر وايه مستقبل، لكن بالنسبة لله ما عندوش الثلاث أزمنة دول، ولكن كله حاضر قدامه. عشان كده قال إن يوم عند الرب كإيه؟ كألف سنة، وسنة كيوم واحد. والله غير محدود أيضا بمكان، بل هو حاضر في كل مكان. زي ما قال السماوات كرسي الله والأرض موطئ إيه؟ موطئ قدمه. موجود عندك هنا نمرة كام؟ نمرة 3. قال نمرة 3 أن الله ضابط الكل. وضابط الكل بمعنى أنه قادر على كل شيء. ضابط الكل بمعنى أن الغير مستطاع عند الناس هو مستطاع عند الله. ضابط الكل يعني بيهتم بالصغير وبالكبير. دي نمرة 3. نمرة 4 من صفات الله الجوهرية أنه غير متغير. في القداس الغرغري بنقول عليه إيه؟ غير الإيه؟ غير المتغير. هو لا يتغير ولا يعتريه ظل دوران. الله ثابت، فهو ثابت في صفاته، ولا بيزيد ولا بإيه ولا بينقص. عشان كده معلمنا يعقوب قال ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. فالصفات الإلهية كاملة. الله كامل في قداسته. عشان كده في كورنثوس الأولى 13 قال تعبير مش هتقدر تفهمه إلا لما تعرف صفات الله. قال ومتى يأتي الكامل. هتقول الكامل هنا اللي هو مين؟ هو الله، هو المسيح الكامل في صفاته. وعشان كده قال كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم إيه
كامل. بس طبعا الكمال بتاعنا غير الكمال الايه؟ الالهي، يختلف، مش كده؟ يعني لما اقول كونوا كاملين، ايه الفرق بين الكمال الالهي وكمال الانسان؟ احنا بتاعنا مكتسب، لكن الله هو كامل في ذاته. وفي نفس الوقت برضه ان الكمال بتاعنا نسبي، لكن كمال الله ايه؟ مطلق. شيء جميل قوي. قال نمرة 5: الله هو الايه؟ الخالق. الله هو الخالق وليس قائم على احد، هو خالق كل الخليقة، لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد. في صفات لا يمكن التنازل عنها، هي زي الخلق. وصلت المعلومة؟ عشان كده بيقول لك كده هو الخالق، به نحيا ونتحرك ونوجد. يبقى الحقيقة النقطة دي اللي احنا اتكلمنا فيها، طبيعة الله وصفاته الجوهرية، نقولهم الاربع حاجات برضو. هو واحد في، يلا قولوا مع بعض: واحد في جوهره، غير محدود بزمان او بمكان، ضابط الكل، غير متغير، هو الخالق وليس احد سواه، به نحيا ونتحرك ونوجد. رابعا: اهمية وجود الله. هو الكلام اللي احنا بنقوله ده له اهمية؟ الحقيقة وجود الله في حياتنا له أهمية عملية في حياة البشر، وده جزء عملي مهم جدا لازم احنا نبقى عايشينه. قال وجود الله المحب للبشر يشبع حاجة الإنسان إلى الحب. أي حد فينا، أي حد فينا يود أن يكون محبا وإيه؟ ومحبوبا. يحب أن يبقى محبوب من الآخرين. إيه رأيك النهاردة لما تقرأ في الإنجيل: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. ويقول لك نحن نحبه لأنه إيه؟ أحبنا. قصة الفداء، اتكلم هنا براحتك في النقطة دي من خلال قصة الفداء. فأنت بتحبه لأنه هو أحبنا، فأنت بقيت دلوقتي إيه؟ بتحب وإيه؟ ومحبوب. فربنا وجوده أشبع حاجتي إلى الحب. ودليل الراهب لما بيروح الدير بيعمل ايه؟ بيشبع رغبته بالايه؟ بانه بيتحب من ربنا، وهو محبوب ايضا من الله، وهو بيحب ربنا. نمرة 2: قال وجود الله ضابط الكل يشبع حاجة الانسان الى الايمان. يعني نمرة 1: يشبع حاجة الانسان الى الحب. الله محبة، وما يعرفش ايه الا انه يحب. حتى الخاطي بيحبه، حتى اللي ما بيحبوش هو بيحبه، حتى اللي عايز اقول بينكره هو يظل امينا حتى ولو انكرناه. ربنا لا يكره احدا على الاطلاق في كل العالم. عشان كده يقول لك الله يحب الخاطي ولكن يكره الايه؟ الخطيه. نمرة 2: قال يشبه حاجة الانسان الى الامان. اوعى تستهون بالكلمة دي، ولازم انتوا برضو المعنى ده يوصل لكل فئات المخدومين. لطفل ابتدائي يعرف ان هو لما بيؤمن بالله، الله يشبع الامان في داخله. تخيلوا الطفل الصغير محتاج للامان ولا مش محتاج؟ محتاج للامان. والشاب الكبير محتاج للامان ولا مش محتاج؟ محتاج. والكبير محتاج للامان. وعلى فكرة دي اصلها حاجة مهمة قوي شعرنا بيها سنة 2011. انا بقيت فعلا ماشي في الشارع واقول له فعلا يا رب احنا فعلا حاجاتنا الى الايمان، الى الامان محدش هيديها لنا الا غيرك. لان حسينا ان البلد كلها بلا ايه؟ مفيش امان. انا ماشي في شارع حسين بيه بعربيتي، لقيت واد بعصايه كده موقفني بيقول لي حضرتك رايح فين؟ لا مؤاخذه مؤاخذه، اتفضل. انت مين يا ابني؟ انا عايز اعرف. لكن كانت فوضى. فشعورنا ان احنا قد كده الامان بالنسبه لنا. في بيتك بتربس الكالون كويس بتاع الباب،
وفي ابواب مصفحه دلوقتي بيجيبوها، وفي ابواب حديد. كل ده عشان تدعم الشعور بالامان. تخيل بقى ان ربنا في حياتنا بيشبع في داخلك هذه الرغبه الملحه الى الامان. ودي الايه اللي قالها يهوشافاط الملك لشعب بني اسرائيل، ايه صغيره قوي، ايه جميله جدا. قال امنوا بالرب الهكم فتامنوا. قولها مع بعض: امنوا بالرب الهكم. كمان مره: امنوا. وجود الله ايضا الكامل في صفاته يدفع الانسان نحو الكمال النسبي. ايمانك بوجود ربنا يشجع فيك الرغبه الى حياه الكمال والقداسه. ما هو لو ما فيش ايمان بالله مش هتبقى موجود الرغبه دي. عشان كده المسيح قال لنا كونوا كاملين، صح؟ كما ان اباكم السماوي هو كامل. كونوا قديسين كما ان اباكم السماوي هو قدوس. اهميه وجود الله في حياتنا نمره 4: أن يشبع رغبة الإنسان نحو الخلود. الإنسان مخلوق خالد. حد هنا اسمه خالد؟ بالتالي مفيش خالد ومفيش خلدة، مع ان خلدة دي اظن جت في الكتاب المقدس. وخالد على فكرة، خالد ده اللي هو ايه؟ خالد اثناسيوس. شكرا، برافو اخي بشوي. كلمة اثناسيوس معناها خالد. عارفين خالد يعني ايه؟ يعني ايه خالد؟ يعني ايه؟ باقي، غير مائت. غير مائت، برافو. اجيوس اثاناتوس، مش كده؟ اثاناتوس يعني ايه؟ اثناسيوس اثانا، مش كده برضه؟ اجيوس اثاناتوس يعني غير الايه؟ غير المائت الذي لا يموت، يعني قدوس الله الحي الذي ايه؟ لا يموت. وطبعا الانسان لما تيجي تسال اي واحد يقول لك انا مش عايز اموت. يعني كتير قوي من الناس حتى الملحدين موضوع حته الموت دي ترعبهم، لانه هو مش ضامن يروح فين بعد الموت. لكن ايه رايك بقى ان هذه الرغبه اللي موجوده في الانسان الله بيشبعها، بيقول لك لا مش هتموت، انا حي فانتم ايه؟ ايه مش عارفين؟ انا حي فانتم ستحيون. طب وانا ميت وانتم ايه؟ مش بتاعتنا صح؟ بس بقيتها وانكم لايه؟ لكن ايماننا بوجود الله الحي بيعطينا او بيشبع الرغبه فينا الى ايه؟ الى الخلود. تظل الانسان طبعا لما بينتقل روحه بتفارق جسده. سلام يا أبي. روحه بتفارق جسده، وبعدين الروح بتذهب الى الفردوس لو هو انسان قديس يعني. ولو غير كده روحه بتروح فين؟ بعد عنكم الجحيم. طب والجسد بيروح فين؟ في التراب. بس ايه رأيكم بقى ان الروح اللي موجودة في، خلينا في الفردوس يعني، خلينا احنا عندنا تفاؤل. الروح بقى اللي موجودة في الفردوس تظل مشتاقة انها يعني مستنية اللحظة اللي فيها ترجع تاني للجسد اللي موجود في التراب. يعني هيجي يوم من الايام الروح هترجع للجسد، بس الجسد اللي طبيعته هتتغير. فعايزك اقول لك ان وجود الله بيشبع رغبة الانسان نحو الخلود. يبقى نقول بقى الاربع حاجات دولت اهمية وجود الله في حياة الانسان. نمرة 1 ايه؟ يشبع حاجة الانسان الى الحب. نمرة 2 يشبع حاجة الانسان الى الامان. يشبع حاجة الانسان نحو الكمال النسبي. ونمرة 4 يشبع رغبة الإنسان نحو الخلود. نشكر الله أنه أعاننا إن احنا خلصنا الباب الأول والثاني ونخش في الباب الثالث. ولا عايزين بريك؟ متهيألي مفيش داعي. عقيدة وحدانية الله وثالوثه القدوس. الباب الثالث ده باب مهم قوي، أرجو إن احنا
أرجو إن احنا نركز فيه، لأن هو بيهتم جدا بتوضيح عقيدة الثالوث وإيماننا بهذه العقيدة وبركات هذا الإيمان أيضا. هي يعني كلام حلو ومظبوط وواضح جدا لينا كلنا. بس هو قال مقدمة حلوة قوي، قال إن معرفتنا بربنا سوف تكون قاصرة. يعني مهما أنا قعدت أكلمك عن عقيدة الثالوث والأقانيم الثلاثة، برضو اللي مش هقدر أوصل لك المعنى الحقيقي. لكن هو قال إن احنا الآن نعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ وجها لوجه. الآن ننظر في مرآة، في لغز. عارفين يعني إيه؟ يعني معرفتنا بالله مهما بلغت هي معرفة مشوشة، في برقع لسه موجود، في برقع. لكن بعد كده سأعرف كما عرفت. ولما معلمنا بطرس، الجزء اللي قلت لكم من شوية صغيرين، قال للمسيح أنت هو المسيح ابن الله الحي. المسيح قال له خلي بالك يا بطرس، الكلام ده أنت ما عرفتوش من عندك، يعني إن لحما ودما لم يعلن لك. اللي أنت عرفته ده بإلهام إلهي، لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. أولا، عقيدة الإيمان بوحدانية الله. لا يمكن للمسيحية أن تشرك بالله أو تؤمن بتعدد الآلهة، لأنها تؤمن إيمانا كاملا قاطعا أن الله واحد. المسيحية تؤمن بالوحدانية، وعندنا البراهين القاطعة التي تؤكد إيمان المسيحيين بوحدانية الله. هو هنا كاتب أظن العهد الجديد، يعني احنا هنبتدي بالعهد القديم، يعني خلينا في العهد القديم. العهد القديم يؤكد، خلي بالكم الآيات دي مفروض تحفظوها صم. وفي إعداد الخدام زمان، الله ينيح نفسه، الأستاذ نبيل عادل أبو بيشة. الأستاذ نبيل عادل ده هو اللي مربينا، وهو اللي الحقيقة يعني غرس فينا الحاجات الحلوة دي. كان يحفظنا الآيات دي نحفظها صم، الخاصة بوحدانية الله وبوجود الله. وكان الامتحان يتعمل ولازم نسمع، ومن ساعتها واحنا نشكر الله يعني على نفس الخط. فقال كده ان العهد او القصد الالهي في العهد القديم يثبت الايمان بوحدانية الله. وقال لنا كده بعض الايات، ان الرب هو الاله ليس اخر سواه. سهلة يعني، الرب هو الاله ليس اخر سواه. دي سفر التثنية 4:35. وسفر التثنية اصحاح 6 يقول له اسمع يا اسرائيل، الرب الهنا رب واحد. ما تيجي نحفظ الايه السهله دي، عشان لو انت جالك امتحان وقال لك اكتب الدليل في العهد القديم وكتبت الايه ده هي بس، انا متاكد انك هتنجح وتعدي. يلا نقولها مع بعض. اسمع يا اسرائيل، اسمع يا اسرائيل، الرب الهنا رب واحد. كمان مره، اسمع يا اسرائيل، الرب الهنا رب واحد. وفي آية كمان بيقول أنا هو وليس إله معي. أنا هو لا وليس إله معي، هو الإله الوحيد. طب العهد الجديد، هو كل ده بيقول عقيدة الإيمان بالله الواحد من العهد القديم، وبعدين من العهد الجديد الذي أكد أيضا على وحدانية الله. وقال كده لما عارفين الشاب الغني، ودي على فكرة بتبقى فيها حتة معضلة كده، والمتشككين واللي هو بيسموها اللي هم بيحاولوا ينتقدوا الكتاب، يقول لك شفت لما الراجل الغني قال له أيها المعلم الصالح ماذا أصنع لأرث الحياة الأبدية؟ فالمسيح قال له كيف تدعوني صالح؟ ليس صالح إلا الله وحده.
اتاري الرد ده اللي هم بياخدوه المتشككين ضدنا، لا ده احنا اللي بنقول احنا واخدينه لصالحنا، وهو اللي بيثبت الوهيه المسيح ووحدانيه الله. طبعا ده موضوع طويل، اكيد انتوا اكيد قريتوا فيه ابحاث. والايه الثانيه قال لكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل، دي كورنثوس الاولى اصحاح 12. يبقى وحدانيه الله بنثبتها من خلال العهد القديم وايه كمان والعهد الجديد. نمرة 3 المجامع المسكونية، معلش هات المجامع هنا نمرة 3. طبعا المجامع ال3 انتوا حافظينهم حتى من خلال المجمع بتاع القداس 318 المجتمعين بنقيا، وال150 بالقسطنطينية، وال200 بأفسس. هذه المجامع ال3 اللي لسه طبعا هندرسها بالتفصيل وانتوا بتدرسوها ايضا لاولادكم، كلها اكدت على وحدانية الله. نمرة 4 قال التقليد الابائي. التقليد الابائي المقدس يشهد بوحدانية الله. واباء الكنيسه ومكتوبه هو مجموعه من الاباء، قال من بينهم مثلا اثيناغوراس مدير المدرسه اللاهوتيه بالاسكندريه اتكلم عن الموضوع ده، يوستينوس الشهيد، اكليماندوس السكندري، العلامه ترتليان. عارفين ليه ما قالوش القديس ترتليان؟ ليه قالوا العلامه اوريجانوس؟ ايه الفرق بين العلامه والقديس؟ في بعض الملحوظات بتخليه ما يوصلش لدرجه ايه قديس. فالكنيسه عشان ما تهدمش حقه وهو في حاجات حلوه عملها بيسموه علامه، لكن ما يرتقيش الى مستوى قديس. النمره 5 العقل والمنطق يشهدان ويؤكدان وحده الله. ده طبعا ده شيء مفروغ منه. ويبقى عندنا ال5 نقط دولت اللي بيثبتوا وحدانيه الله. عهد قديم، عهد جديد، مجامع، تقليد، وايه كمان؟ وقال التقليد الابائي والعقل والمنطق. ثانيا عقيدة الايمان بالثالوث القدوس. قال بقى ان احنا موضوع تعدد الالهه ده مش موجود، وعندنا برضو المصادر بتاعتنا اللي بتتكلم عن ان الله مثلث الاقانيم. هي ليست عقيدة مخترعة من قبلنا، يعني غير المسيحيين بيقولوا لنا انتوا ألفتوها، موضوع الثالوث القدوس ده انتوا ألفتوه. و يعني حتى ساعات يقول لك ان بولس الرسول هو اللي اخترع ديانة مسيحية جديدة ما كانتش موجودة وهو اللي ألفها. بنقول لهم لا، الإيمان بالثالوث لم يأتي من فراغ، ولكنه موجود واحنا واخدينه من مصادر موثوقة منذ القديم. المصدر الأول العهد الايه القديم. تعالى العهد القديم كان لسه ما حدش اتكلم عن موضوع الثالوث، ومع ذلك في عبارات كتيرة تؤكد وجود الثالوث، لكن لسه ما كانوش مدركينه. عارفين بيقولوا كان في العهد القديم اما يعملوا اجتماع زينا كده ويجي بقى الحاخام. عارفين حاخام ولا ما تعرفوش؟ كلمة حاخام أي الحكام، الحكيم، يعني جاية من كده. يعني الحكيم اللي هو المعلم أو رجل الدين اليهودي. فكان عارفين احنا دلوقتي قبل ما بتمشوا أبونا بيرد يقول لكم إيه؟ بإخريستوس بنوتي، صح؟ يعني إيه بإخريستوس بنوتي؟ المسيح. المسيح هو الله، صح؟ قبل ما تمشي، صح يا أمير؟ المسيح هو الله. ده آخر كلمة بيقولها. يعني أنت عارف زي ما يكون بيسألك سؤال، أنت فعلا بتؤمن بكده؟ يوم احنا بنرد عليه بنقول له ايه؟ بنقول له يا دكتور ميشيل امين حقا. ايوه. فاول ما نقول امين حقا ابونا يعمل يقول ايه؟ طب امضوا بسلام سلام الرب، انا اطمنت عليكم، روحوا بقى خلاص. يعني انا مش هاممني يعني. طب في العهد القديم كان يعمل ايه؟ كان يجي كده في الاخر خالص يقول لهم ايه؟ من صعد الى السماء ونزل. يقوم يردوا عليه يقولوا له
هذا سر يفوق العقول. يقول لهم من جمع الريح في حفنتيه هذا سر يفوق العقول. من ثبت أطراف الأرض، دي 3 أسئلة بيسألها في كل اجتماع. من ثبت أطراف الأرض يقولوا له هذا اسمه هذا سر يفوق العقول. في الآخر يقول لهم إيه؟ ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. فكانت يعني هنا بقى في الحتة ديت زي ما تقول كانوا يعني زي ما تقول بما معناه ان احنا هنعرف فيما بعد، وكان ده دليل على الايمان بوجود الاب والابن والايه والروح القدس. يقول لهم روحوا بقى بالسلامه يعني، بس كان كل مره يطمن على الحته دي. فبيقول العهد القديم يشهد للثالوث. في سفر التكوين قال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. وطبعا حضراتكم عارفين الكلام ده كويس، ان العهد القديم ما فيش فيه ان واحد يتكلم عن نفسه بلغه الجمع. يعني احنا يمكن في مثلا العهد الملكي او كده كان يقول لك نحن فاروق الاول ملك مصر، يتكلم على نفسه. لكن اللغه العبريه ما تعرفش لغه الجمع، فيقول نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، يعني اشاره الى الثالوث القدوس. ولما يقول هوذا الانسان قد صار واحد منا، هوذا الانسان قد صار واحد منا. منا انتوا مين يعني؟ انتوا مين يا اللي بتتكلموا؟ مين اللي بيكلموا؟ ده في سفر التكوين اصحاح 3 الثالوث. وفي حادثة برج بابل لما قال هنما ننزل وايه ونبلبل ألسنتهم. انتوا مين يا اللي تنزلوا؟ الثالوث القدوس. واخدين بالكم؟ طيب العهد الجديد يؤكد ويشهد ايضا للثالوث القدوس. وطبعا الكلام ده كان واضح جدا. قال كده زي الشمس في شدة قوتها ظهر الثالوث القدوس مجتمعا في وقت معمودية المسيح. ده سهل قوي مش كده؟ لو سألنا نشكر الله يعني. لو جبنا طفل صغير من خدمة ابتدائي ونقول له امتى ظهر الثالوث القدوس، وده راجع لانكم انتوا شطار وانتوا اللي بتحفظوهم، يعني البركة فيكم. الحقيقة لازم نرجع الشيء لأصله. يقول لك اصل الله الاب كان بيقول هذا هو ابن الحبيب، والابن فين؟ في الماء، والروح القدس على شكل ايه؟ حمامه. وسمع الصوت اللي بيقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وجايب بقى مجموعه ايات. فقلنا ان عقيده الثالوث في العهد القديم، عقيده الثالوث في العهد الجديد، عقيده الثالوث ايضا فين بقى؟ قال في التقليد المقدس. وقلنا التقليد اللي هو ايه بقى؟ التسليم الشفاهي من جيل الى جيل. يعني انتوا عارفين مثلا الصليب بيتعلق على الكنائس. هل في الكتاب المقدس جه قالوا حطوا صليب على الكنيسة او اعملوا منارة على الكنيسة؟ انا لسه سامع قريب على فكرة ان الكنائس لما اتبنت في مصر كانت عملها منارة كده والصليب اتحط. طبعا البابا توادرس بيقول ان قبل المنارة كان فيه المسلة الفرعونية اللي تطورت وبقت الايه؟ المنارة. لكن احنا برضو كتقليد بقى اخدناه من الكنيسة الاولى. هو ده التقليد بقى، مش بنقلد لكن ده تسليم المسلمات. قال ده برضو بيثبت مجال او بيثبت الثالوث القدوس. قال في مجال العبادة البسملة باسم الاب والابن والروح القدس. انتوا عارفين ان البروتستانت ما عندهمش بسملة، ما يقولوش باسم الاب والابن والروح القدس، عشان انتوا عارفين يعني، عشان بس تبقوا فاهمين. لا، اما يجي يتكلم القسيس البروتستانتي مساء الخير صباح النور كده على طول يعني. لكن ما فيش حاجه اسمها باسم الاب، لان ده تقليد قبطي ارثوذكسي من الكنيسه الاولى. هو ده اللي بيثبت عقيده الثالوث. قال كمان في مجال قانون الايمان بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل. نعم نؤمن بالروح القدس الثالوث القدوس ايضا. وقال لنا في مجال اقوال الاباء تضمنت اقوال الاباء ما لا يحصى من الاقوال التي تؤكد عقيده الثالوث. ثالثا بقى هنا نقف بقى شويه كده لان الجزء ده مهم.
قال لنا عايز يعرف كلمة ايه؟ اقنوم. فقال كلمة اقنوم لان احنا عندنا اقنوم الاب واقنوم الابن واقنوم الروح القدس، لان هو ده اقرب معنى اللي من خلاله تقدر توصل لنا فكرة الثالوث القدوس. فقال اقنوم هي كلمة سريانية يقابلها في اللغة اليونانية كلمة هيبوستاسيس. هيبوستاسيس كاتبها فين؟ ايوه كده، هيبوستاسيس. وقال كلمة هيبو يعني معناها تحت، كلمة هيبو معناها تحت، وستاسيس اللي هي ايه؟ القائم. يعني عايز يقول الحاجة القايمة ديت قايمة على الحاجة اللي شايلاها، في حاجة ايه؟ حاجة شايلاها. قال معناها اللاهوتي ايه؟ قال ما يقوم عليه الجوهر الإلهي، أو ما يقوم فيه الجوهر أو الطبيعة أو الطبيعة. وبعدين بيقول لنا كده إن الأقنوم هو كائن حقيقي له شخصيته الخاصة وله إرادة. يعني الأب يريد، إيه رأيكم ينفع نقول الأب يريد؟ والابن يريد؟ ينفع؟ والروح القدس يريد؟ لكن الإرادة في الثلاثة إيه؟ واحدة، ولكنه واحد في الجوهر والطبيعة. يعني الأقنوم في الثالوث له إرادة، لكن لا ينفصل عن الأقنومين الآخرين، مش بيشتغل بمعزل عن الأقنومين الآخرين. يعني لما نقول الآب خالق يبقى الابن إيه؟ والروح القدس خالق. طب من الذي أقام المسيح؟ ذاته. إيه رأيكم؟ من الذي أقام المسيح؟ أيوة تسوني مريان، هو قام من نفسه. أنت ده سؤال يعني؟ من الذي أقام المسيح؟ ايه رايكم كتابيا؟ وابقى اجيب لكم 3 ايات. يعني ان الاب اقام المسيح، والابن اقام نفسه، والروح القدس اقام المسيح. الثلاثه اقانيم اشتركوا. ما احنا قلنا بيشتغلوا ليس بمعزل عن ايه؟ عن بعضهم، الثلاثه في واحد. فقال كده الثالوث المسيحي واحد، ولكنه متميز في حاجه اسمها وحدانيه وفي حاجه اسمها تمايز. قال الاب هو الله من حيث الجوهر، وهو الاصل من حيث الاقنوم. يعني عايز يقول لك ان هم متحدين، واحد في الجوهر لكن متميزين. دي قاعده التمايز الاقنومي، التمايز الاقنومي. فقال الابن هو الله من حيث الجوهر، وهو المولود من حيث الاقنوم. يبقى الاب من هو من حيث الاقنوم؟ هو الايه؟ هو الاصل، مش كده؟ هو الاصل، هو الينبوع، هو الشمس. طيب والابن هو الايه؟ المولود من الاب قبل كل الدهور. هو بقى الميه اللي خارجه من الينبوع، هو النور اللي خارجه منين؟ من الشمس، هو الضوء اللي خارج من الحراره. اما بقى الروح القدس هو الله من حيث الجوهر، ومن ناحيه الاقنوم هو ايه؟ منبثق من الاب. طبعا في ناس كتير تسال السؤال ده، يقول له يعني ايه منبثق من الاب؟ المنبثق من الاب، لان دي عقيده. واحنا طبعا يعني عارفين ان الكاثوليك اضافوا حته المنبثق من الاب والابن، واحنا نقول لهم لا، هو منبثق. ما ينفعش، ما ينفعش اللي بتقولوه ده، لان ده هنخش في حته تعدد الهه. لان من حيث الاقنوميه الاب هو الوالد لوحده، المولود من الاب. والاب ايضا هو الايه؟ هو والد وهو ايه؟ باثق، والد وباثق. طيب والابن قال ان هو ايه؟ مولود من الاب قبل كل الدهور. والروح القدس قال منبثق، لان المسيح في يوحنا 15 قال الروح القدس الذي من عند الاب ينبثق.
ودايما احنا نقول تعبير قانوني كده، احفظوه يعني: مع وجود نص لا مجال للاجتهاد. ايه رايكم في الحكايه ديت؟ ما دام في نص صريح ما تجتهدش، ما تفتيش بقى، ما تطلعش. ففي نص اهو صريح في يوحنا 15، والمسيح قالوا: الروح القدس الذي من عند الاب ينبثق. طبعا في فرق. اصل الكاثوليك بقى يقول لك ايه، مره اتقابلت مع قسيس كاثوليكي قال لي: يا ابونا، ما هو المسيح قال ان انا لما اصعد سوف ارسل لكم الروح القدس. قلت له: يا ابونا، في فرق بين الارسال والايه والانبثاق. قال لي: ايه الفرق؟ قلت له: الارسال زمني، اما الانبثاق فهو ايه؟ ازلي. الروح القدس ازلي، الروح القدس هو ازلي. فالاخ بشوي الله يعوضه قال بقى رمز توضيحي، جاب لنا المثلث ده. المثلث ده اختراع مثلث الرحمات انبا بشوي مطران دمياط، يعني كان هو الحقيقه ضليع في الروحيات، في العقائد واللاهوتيات. فقال لنا في ادي الف وب وجيم، والثلاثه بيكونوا ايه؟ مثلث. لو احنا شلنا اي ضلع من هذه الاضلاع الثلاثه ينفع يبقى مثلث؟ عشان كده لابد ان يكون الله مثلث الايه؟ الاقانيم. ما ينفعش من غير اي ضلع من الاضلاع، والا ما يبقاش مثلث. مش ممكن، ما نقدرش نقول عليه مثلث. وفي نفس الوقت قال الاب، خلي بالك، الضلع ده مساوي لب، مساوي لايه؟ لجيم. قال هنا مساواة الأقانيم، يعني الآب مش أكبر من الابن ولا أكبر من الروح القدس. والروح، وعلى فكرة في آيات يعني حتى لما جه معلمنا بولس الرسول اتكلم عن الروح القدس الأول، وبعدين اتكلم عن الابن، وبعدين عن الآب في الآخر. هو عايز يقول لنا مش مشكلة تتكلم عن مين بالترتيب، لأن هم الثلاثة واحد. الثلاثة واحد، مفيش واحد بيسبق التاني في الزمن. الثلاث أقانيم أزليين، ماشي، الثلاث أقانيم أزليين، مفيش أقنوم بيسبق الأقنوم الآخر، متساويين، ده زي ده زي ده. لكن خلي بالك بقى في اللي جاي، ده مش هو ده، مش هو ده، بيسموه التميز الايه؟ الأقنومي. واصلة؟ أهو موجود عندكم المثلث. فقال لو احنا حطينا هنا دايرة في النص كده وكتبنا الله، الله هو ألف، الله هو إيه؟ ب، الله هو جيم. يعني نقدر نقول الآب هو إيه؟ هو الله، والابن هو، والروح القدس هو، والثلاثة هم الله. لكن الآب ليس هو إيه؟ الابن، وليس هو الروح القدس. أمال الآب هو إيه؟ هو الأصل، والابن هو الإيه؟ مولود، والروح القدس هو إيه؟ المنبثق. عشان كده قال هذا الايه؟ التعبير. احنا قربنا نخلص، خلاص باقي حته صغيره. الاقنوم الله الابن الكلمه، لقب الابن. الاقنوم الثاني مش عندنا، مش من عندنا، احنا ما اخترعناش اقنوم الابن. فبيقول كده ان المسيح له المجد لما جه يتعمد كان في صوت من الاب قال: هذا هو ايه؟ ابني الحبيب الذي به سررت. وبعدين قال لقب الابن اللي هو الأقنوم الثاني مناسب له، لأن الابن يوضح ويظهر طبيعة أبيه، مولود من الآب قبل كل الدهور. المسيح له ميلادان: ميلاد أزلي منذ الأزل، وميلاد زمني اللي هو من العذراء مريم. لكن خلي بالكم هنا برضو حتة مهمة جدا. قال إن هذه الصلة بين الآب والابن لا يعرفها أحد إلا الله وحده، لكن المسيح وضحها لما فيلبس مرة بيقول له: أرنا الآب وإيه؟ وحسبنا. كان الأنبا غرغوريوس يقول: أرنا الآب وحسبنا، يعني وكفانا. يعني هتقراها دايما، هتسمعها في الترجمة القبطية: أرنا الآب وحسبنا. فرد عليه المسيح وقال له: معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس؟
من رآني فقد رأى الايه؟ الآب. وفي مرة تانية قال معلمنا يوحنا: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو ايه؟ هو خبر. فعايز يقول لنا كده ان اقنوم الابن اخذ هذا اللقب، او احنا بنقول عليه ليس من عندنا ولكنه من وضع الهي. عارفين يوحنا 1 لما يقول لك في البدء كان الايه؟ الكلمة. بعض الغير مسيحيين يقول لك في البدء كانت الكلمة، نقول لهم لا، الكلمة اللي انتوا بتقصدوها ده الكلمة الايه؟ المكتوبة. لكن الكلمة هنا دي اللي هي عقل الله الناطق، اللوغوس. بابا شنودة يقول لك كده: ده عقل الله الناطق الذي يعبر عن كينونة الله. يعني الابن هنا يقول لك الله لم يره أحد قط، ولكن الابن الذي هو في حضن أبيه جاي يخبرنا عن من هو الله. وخلي بالكم لما يقول لك مثلا يعني كلمة الله، لأن في القرآن قيل عن المسيح أنه هو روح الله وكلمته، روح الله وكلمته. طيب عايز يقول لك ان انتوا ليه بتضخموا من كلمة الله؟ وطب ما انا ليا كلمة، يعني انت ليك كلمة والله له كلمة، بس كلمة الله هنا هو الاقنوم الثاني الازلي. طب انا ليه كلمتي ما اخدتش نفس القوة؟ ليه كلمة ربنا او كلمة الله اخدت القوة دي وكلمتي انا ما اخدتش القوة؟ بيقول لك بتعبير بسيط كده: لان الله يعمل بكلمته. الله يعمل بكلمته، يخلق بكلمته. يقول لك وبه ايضا عامل ايه؟ العالمين. طب انا لما بحب اعمل حاجه بعملها بايه؟ بايدي، بدراعي، مش بكلمتي. ده انا كلمتي دي بس كلمه بقولها كده وخلاص، ملهاش اي قوه. عشان كده بنقول ان الابن اقنوم الكلمه هي افضل واسهل وسيله للتعبير. وبعدين قال لنا كده بنوة الابن للاب بتختلف عن البنوة في عالم الإنسان. الكام نقطة دول مهمين قوي إن احنا نحفظهم. البنوة الابن للآب هي بنوة روحية، بنوة روحية، ما هيش بنوة جسدية. هو يقول لك أن لله أن تكون له صاحبة، مش هو كده؟ يعني مفكرين احنا بنقول ان الله تزوج العذراء مريم وانجب ايه؟ المسيح. لا، احنا مش بنتكلم كده. دي بنوة روحية كولادة النور من الشمس او المية من الينبوع. وبعدين قال هي بنوة غير زمنية. بنوة غير زمنية يعني ايه؟ يعني مستمرة منذ الازل وستظل الى الابد. خلي بالكم، هو الابن ولد من الاب وهو في داخله. يعني انا كلمتي، او لما واحد مثلا بيتولد من ابوه بيخرج عنه، بيخرج عن امه، لكن المسيح ولادته من الاب، ولد منه وموجود فيه. فاهمين الحكايه ديت؟ وولاده مستمره الى الابد. فقال هي بنوه غير زمنيه لكنها ازليه ابديه. قال برضه هي بنوه متصله وغير منفصله. وفي حته بقى كنا احنا بنقولها زمان وكنا بنغلط فيها، بنقول هي بنوة انتسابية. زي لما مثلا ينسبوا المصريين إلى النيل ويقول لك المصريين أبناء الإيه؟ النيل، أو أبناء السبيل، أو أبناء مصر. قال لك لا، هي مش بنوة انتسابية. عجبتني الحتة دي، قال هي بنوة حقيقية وليست إيه؟ انتسابية. فغير لما يقول أهو إن إحنا كمصريين نسبة إلى أرض مصر، لا، المسيح قال الذي رآني فقد رأى الإيه؟ الآب. هي بنوة بالطبع وليس بالوضع. يعني هو خلي بالكم كده ان الولاده هنا يعني ولاده بالطبع، يعني لابد ان يلد. طبعا حاجه فوق دماغنا فوق ادراكنا، لكن لابد ان يلد. لكن حته ان احنا يعني بالوضع بالفكر البشري ده بتاعنا ما هواش صح. وبعدين في الاخر قال بركات الايمان، دي اخر حاجه بقى.
بركات الإيمان بوحدانية الله وثالوث القدوس. بيقول لنا لا نريد أن تكون عقيدة إيماننا بالله الواحد وثالوث القدوس مجرد دراسة عقلية أو مجال للمناقشة، لكن لابد أن تكون لها بركات روحية. أول حاجة قال الإيمان بالثالوث يؤكد إيماننا بوحدانية الله. يعني احنا على فكرة لما يجي واحد يقول لك أنت إزاي بتؤمن بالثالوث المقدس، إذا أنت تشرك بالله، تقول له بالعكس، ده أنت اللي ما أنتش فاهم صح. أنا إيماني بالثالوث بقول باسم الآب، ما أقولش بأسماء، أنا بقول باسم الآب والابن والروح القدس، وفي الآخر إيه؟ الإله الواحد أمين. قال نمرة 2 الثالوث القدوس يضم الإنسان إلى محبته. الثالوث القدوس بيحب الآب، يحب الابن، مش قال كده؟ الآب يحب الابن وكل ما يفعله يريء إياه. ففي محبة بين الثالوث القدوس، نقلها لينا، قال يكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. نمرة 3 قال إيماننا بالثالوث القدوس غير المدرك بالحواس البشرية يدفعنا إلى الإيمان بسائر الأمور الإيمانية الأخرى، لأن في أمور إيمانية أنا مش مدركها، صح ولا لأ؟ رعاية الله ليا، ترتيبه لحياتي، أنه هو ضابط الكون، هو اللي بيحميني، كل دي حاجات أنا مش شايفها. لكن بيقول لك إن إذا كنت بتؤمن بالثالوث الغير مدرك فأنت تؤمن أيضا بالأمور الإيمانية الأخرى الغير مدركة. عشان كده قال طوبى للذين آمنوا ولم يروا. شكرا يا إخوة لمحبتكم ولطول بالكم وإنكم صبرتوا المدة دي كلها. ربنا يعوضكم ويبارك فيكم.